لو حد مقيم في إيطاليا وعاوز يعمل أوسبيلدونج في ألمانيا يعمل إيه؟ أول حاجة لازم يكون على دراية باللغة الألمانية ومعاه شهادة لغة ألمانية مش أقل من B2 من B2. ده أولا. ثانيا لازم يكون معاه شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها. مش شرط بقى الثانوية العامة ديت منين، لو الثانوية العامة بتاعته موجودة وهو جايبها من إيطاليا هتكون فرصة كبيرة جدا إن هو يقبل برضه، علشان التعليم بتاعه هيكون تعليم أوروبي وتعليم الثانوية العامة بتاعه هيكون تعليم أوروبي بالنظام الأوروبي، مش هيحتاج إن هو يعمل معادلة لشهادة الثانوية العامة بتاعته، لأن معظم مدارس الأوسبيلدونج دلوقتي بتحتاج معادلة لشهادة الثانوية العامة بتاعته. ما دون ذلك طبعا هيحتاج شهادة لغة زي ما قلت لك وشهادة ثانوية عامة، والتقديم بالنسبة له هيكون سهل لأن هو ممكن يدخل ألمانيا بالفعل ويدور بالفعل جوه المانيا، مش زي مثلا اللي بره الاتحاد الاوروبي او بره اوروبا بيواجه صعوبه في ان هو يوصل لمدارس الاوسبيلدونج. انت بالاقامه الايطاليه اللي معاك تقدر ان انت تيجي وتخش المانيا عادي خالص كسياحه او كزياره، محدش هيقول لك انت رايح فين طالما جاي قانوني ومعاك اقامه ساريه، وهتجيبها وتخش تدور على مدارس الاوسبيلدونج وتروح لهم بشكل مباشر وتيجي تقدم لهم السي في بتاعك والموتيفاسيون بغيف بتاعك وشهاده اللغه، وطبعا شهاده الثانويه العامه. لازم يكون الورق ده كله مترجم ترجمه محلفه ومتوثق من السفاره الالمانيه في مصر. بس انت بتتعامل عادي خالص وبتمشي في اجراءاتك الطبيعيه، بس انت الامور بالنسبه لك اسهل شويه ان انت تعرف تخش المانيا. بالتوفيق يا معلم.